اهلا وسهلا بكم، كنتمنى تكونوا كاملين بالف خير، صحه وسلامه يا ربي. اقترحت اليوم بريوش او قرص او قراشل رطبين بزاف بلا بيض، كيجيو اروع من رائعين كيف ما كتشوفوا معايا، مقطنين وخفافين. ان شاء الله غادي نبداو المقادير. عندي جوج معالق كبار ديال الخميره الفوريه او الخميره حبيبات، جوج معالق كبار ممسوحين، ممكن ديروا خميره معجونه. عندي سكر ديال زهرة البرتقال، جوج ساشيات كيعطيونا واحد النكهة اللي هي زوينة، واحد المذاق اللي ما عندوش يعوضو بلا فاني. عندي نصف كأس زايد شوية ديال سكر حبيبات العبار بكأس العنبة، واللي عندها شي كاس عبرت به تعبر به جميع المقادير. غادي ندير 3 الكيسان د الحليب اللي يكون دافئ، غادي نخلط مزيان. وغادي نزيد كأس ديال الدقيق الاول والثاني، وغادي نخلط مزيان، وغادي نزيد الكأس الثالث. هاد المرحله الاولى غادي نخلي الخميره والدقيق حتى كيتفاعلوا ليا مع داك السكر، ندوز واحد 15 دقيقه. هاد المرحله مهمه جدا، كتخلي البريوش ديالك كيجي مقطن، كيجي اروع من رائع فحال القطن، كيجي خفيف بزاف بزاف. كنغطيو عليه واحد 15 دقيقه ونرجعوا ليه، كنلقاو ما شاء الله الخميره تفاعلات ليا مع داك السكر والدقيق. غادي نزيد واحد ربع كأس ديال الزيت النباتي، واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الملحة حسب الذوق، ولكن هذا هو كتجي المذاق هو هذاك. عندي ساشية ديال الخميرة د الحلويات كتوزن 8 غرام. غادي نخلط هاد جميع المقادير، تبارك الله ما شاء الله راه تفاعلوا مزيان. وعاد غادي نزيد ان شاء الله الدقيق اللي باقي ليا. درت 3 في الاول، 3 د الكيسان، ودابا غادي نزيد 3 د الكيسان. من الاحسن يكون دقيق خاص بالحلويات، النوعيه تكون مزيانه باش كتحصلي على واحد البريوش او قراشل او فطائر كيجيو مقطنين، كيجيو رائعين بزاف بزاف. هنا في هذه المرحله ندخل هذوك 3 د الكيسان غير بالملعقه او بملعقه خشبيه، نهائيا بلا دليك بلا عذاب، ما غاديش نقيس ايدي نهائيا في العجينه. صافي غنبقى غير بشويه، واحد 3 دقائق ما كاملاش، غادي يدخل ليا داك الدقيق كامل في العجينه. ما شاء الله هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، يعني عجينه كتلصق في الايدين، ما تكونش عجينه قاصحه، باش القرص ديالكم ينجح معاكم وما يجيكمش مدقص. هنايا غادي نرش واحد شويه الزيت، وغادي نسطح الوجه ديال العجينه باش الا غطيتها هكا بالبلاستيك ما تلصقليش في البلاستيك وتسرع الاختمار ديالها. فهاد الاثناء انا الفران شعلته حتى سخنته مزيان وطفيت عليه، خليته حتى دفى، وغادي ندخل ليه الاناء ديالي. ما يكونش الفران شاعل، غير طفيوه وخليوه يدفى ودخلوا الاناء ديالكم. ما كيتعطلش بزاف، ساعه كتخمر معاكم، يعني كيتضاعف الحجم ديالها 3 اضعاف. ضروري تخمر مزيان مزيان. هنايا غادي نخرج منها داك الهواء اللي كيتكون مع الخميره، وغادي نقطعها لكويرات اللي كيكونوا متساويين، وبالنسبه للحجم الحجم اللي بغيتو نتوما، كبار او صغار. ومن الاحسن ديروهم متوسطين، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار بزاف. صافي هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه، وضروري ما ندهن يديك بالزيت حيت العجينه كتلصق بزاف، العجينه خفيفه، وغير دهينه خفيفه ماشي دهنوا بزاف. وهنايا ضروري ما دهنوا حتى الرخامه. هنا بالنسبه ليا انايا درت الشوكولات ديال الدهن، كريمه ديال الشوكولات ديال الدهن، ممكن تعمروا بكريمه ديال الحامض او شي كريمه الا كتعجبكم، او كريمه ديال الباتيسير، اللي عجبكم نتوما، الاختيار ديالكم نتوما. هنايا كنبسط الكويره مزيان في الرخامه، كنعمرها بالحشوه ديالي، درت فيها الشكلاط هنايا الشكلاط ديال الدهن، وكنحط الكويره ديالي وكنعاود نفس العمليه. هنا ضروري الوجه ديال القرص ديالنا او القريشلات خاصو يكون املس باش ما كيتشققش في الطياب. كنضغطوا عليه مزيان في الرخامه، وكنجمعوا الجوانب مزيان، كنضغطوا عليهم باش الحشوه ما كتخرج لناش. كنبقى حتى كنكمل جميع الوحدات اللي عندي، وكيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم الوجه ديال القرص ديالي كيكون املس، باش كنتفاداو التشققات ديال القريشلات، وكنتفاداو انهم ما كيخمروش بزاف، يعني كيبقاو لاصقين في ديك الحشوه، كيتضاعف الحجم ديالهم،
وكيجيو تبارك الله ما شاء الله كيجيو مفشفشين. هنايا كندير واحد معلقه صغيره ديال الشوكولاته ديال الدهن، وكنغلق مزيان، كنبرك مزيان على ديك العجينه باش كتشد راسها، ما كتحلش نهائيا في الطهي. هنايا غادي نكمل جميع الوحدات وغادي نديرهم في العطا ديالي اللي كتدخل الفران. هنايا ضروري ما تباعدوا بيناتهم حيت مازال ان شاء الله غادي تضاعف الحجم ديالهم، وفي الطياب غادي يتلاصقوا لكم. انا باش يكون الشكل ديالهم زوين يعني خصكم تباعدوا بيناتهم وتضغطوا عليهم شويه من الفوق وتخليوهم يخمروا المره الثانيه. وكيف ما قلت لكم دابا البرد ضروري، الا بغيتوهم يخمروا لكم بالزربه ما يتعطلوش غادي تشعلوا الفران ديالكم حتى كيسخن مزيان، ومن بعد كتطفيوه غير كيدفى وكتدخلوا ليه اللاطه ديالكم لاطات حتى يضاعف الحجم ديالهم وكتوليو طيبوهم عادي. هنايا من بعد ما خمروا ليا المره الثانيه دهنتهم بالصفر د البيض مع شويه د الخل. هاد الصفر د البيض كيعطيهم واحد اللمعان حسن من بيضه كامله. هنا كندهنوهم بصفر بيضه، انا درت هنا 2 بيضات حيت كانت عندي كميه كبيره ديال القريشلات، درت 2 بيضات 2 صفار بيض ودهنت به. هنايا كنزين بالزنجلان وكاوكاو ايفيلي، لكم الاختيار ممكن ديروا غير الزنجلان العادي الاحمر، انا هنا درت الابيض وشويه ديال اللوز ايفيلي. وفي هذا الاثناء الفران راه شعلت عليه النار حتى كيسخن مزيان، كتشعلي عليه لاعلى درجه عندك في الفران، يعني كتخليه حتى كيسخن مزيان مزيان. كتدخلي لاطات ديالك وكتنقصي النار وكتخليهم يطيبوا في الماء كيتنفخوا، كتولي تشعلي عليهم من الفوق يتحمروا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا، ما مفقعين من الفوق، ما مقشرين، ما حتى شي حاجه، كيجيو رطبين بزاف وفيهم داك اللمعه اللي قلت لكم ديال الصفر د البيض، كيجي يعطيهم واحد اللمعه اللي هي زوينه، وفي نفس الوقت القرص ديالي مقطن مزيان وتبارك الله راه مهوي، كيجي ناجح 10000% بلا بيض. واللي عنده حساسيه من البيض كيدير ما بغاش يدهنهم بالبيض في الوجه ديالهم، كديري معلقه الزيت ومعلقه الحليب وشويه د لافاني وكتخلطيهم وكدهني بيهم، كتجي نفس بحال اللي دهنتيهم بالصفر د البيض. هنا ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا الحشوه ديال الشكلاط ما شاء الله، والقريشلات كيجيو لذاذين بزاف وكيجيو منسمين بداك الفاني ديال زهره البرتقال. وهذا هو الفيديو ديالي، وكنقول لكم ما تنسونيش باللايك الفيديو طبعا الى عجبكم المحتوى، وكنقول لكم مع السلامه.